تمام. نعم شيخي. ماجد طبعا اخوكم ماجد ما شاء الله من الطلاب مقدم والاديبين محترمين، طبعا واحد بقول معه ظروف، لكن الحمد لله انه واحد ما يقطع ولو ترك فتره، ولو رجع بنقول له اهلا وسهلا، ما كان نحن نقول له اي طالب نقول له لا. نعم. طيب اكيد عم بينك ليلا نهارا فقط. طيب السؤال الاول، هل تعرفت على صديق ثم تركته ولماذا؟ هات شوف. نعم شيخي، تعرفت كثير مثلا في مكان الشغل، يعني ربما ان اصحاب سوء مثلا ياخذوك على اماكن ما حلوه، وهذا السبب تركت. حلو، برافو عليك. لان يا اولادي يا احبابنا، انت الان شفت انسان في عملك في الشارع حتى في المسجد، حتى شفت بده يدلك على طريق غلط، الله يعطيك العافيه، صرف راسك. احسنت. ماذا تنصح اخوك او احد احبابك من الاحتراز من قبل الصداقه؟ هلا انا ابن عمك اجي الله يجزيه الخير، سمينا عبد الله، بده يتعرف على احد الاصدقاء بالحي او بالمكان اللي عم بيشتغل فيه، وانت بدك تنصحه، شو بتقول له يحترز من هذا الصديق قبل انه يعطيه الرياحه ويدخله على بيته ويروح ويجي؟ شو بتنصحه؟ يا اخي انا على طول انصح في رفقاتي، مثلا اذا بدي صاحب واحد بقول له الصاحب ساحب، او الصديق قبل الطريق. يعني اول ما تاخذه صديق شوف كيف هو، وين وجهته، في اي طريق يذهب. من هذا الباب يعني انصح اذا كان يعني راقبه، اذا كان من اهل الخير اهلا وسهلا، من اهل الشر يصرفوه. حلو. اهم شيء انه والله حلو. طيب يا عم الشيخ، متى يطلق على الصديق انه صديق؟ انت الان بدك صادق واحد، متى انا بقول لفلان والله هذا فعلا صديق ومخلص لي في المية مية؟ ايش شروطه عندك؟ هي الصديق اصلا مشتقه من كلمه صدق، يعني وقت يصدق فهو صديق. يعني انا يعني اذا كان صادقا خلص هذا معناتها فيه الصفات الجميله. حلو، برافو. نعم والله كويس. سمعني علي درويش مبسوط عليك، اقول لك تمام. طيب هل برايك الصديق القريب افضل ام الصديق الغريب افضل بالنسبه لك يا ماجد؟ الغريب. نعم، كيف يعني؟ انا حتى موافقكم. هلا انا بالنسبه ل يعني الي اقرباء صدق، يعني ماشي معهم يعني في محبه، ولكن كقرابه. ما نجي صديق واخي زكريا صديقي، لكن اذا انا حطيت شوي اخوي زكريا يعني شوي على طرف، فطبعا هو الغريب افضل حقيقه لاسباب كثيره. من بيناتهم بابا ما بيعرف عيوبك بعيده عنه، هي من الاسباب. نعم. ما بيعرف اسرارك. القريب اذا عرف سرك والله بفضحك. او لحدا من لذلك انت لاحظ المشاكل كلها بتيجي من القريب، سموها ليس من الغريب بشكل عام. طبعا ما من لك انت يا اخي او يا اختي انه روحي يعني لا تحكي مع القريب، لا، لكن يعني واحد حياته كلها اسرار، كل واحد عنده اسرار. تصور انا قلت لك يا ماجد فضحتني، طب ما بصير. تمام. طيب يا سيدي، هل ترضى يا سيد ماجد بصديق، اساس قال صديق يعني قلت لك صديق وصدوق الى اخره، لا سمح الله خانك بسرك، خانك في المال، خانك في الطريق، اسمه خائن طبعا، ثم بده يعتذر، هل عندك شروط اولا بترده ولا ما بترده؟ وما هي شروطك حتى ترده اليك تجعله كصديق اول او ثاني او ثالث؟ تفضل. شيخي انا برده، بس يعني انه ما بجعله صديق، انه بس فقط ما السلام بترده مرحبا اهلين برده، بس انه ما بضعف شيء بقلبي، بس حلو. انه ما بتعامل معه. برأيك يا عمي ماجد، هل متى برأيك كم يحتاج الوقت حتى تقول فعلا هذا صديق؟ الآن تعرف على صديق جديد في العمل، حتى في الجامعة عنا، حتى من أهل القرآن، إمتى تقول هذا صار صديقي؟ ايش قد بتطول من الزمن كوقت؟ هل بتحط له زمن معين؟ سنة أو سنتين. ومبسوطين فمبسوطين عليك. هي محمود طارق ما شاء الله، في لك ما شاء الله مشجعين كثير. او على فكره اخوكم ماجد لاعب كره قدم من الاوائل، اساسنا سيء انا وياه شوط ما عرفش يصير دبرنا خير لعبه. مستعد نلعبها سيتي عندنا عبد الرحمن مستعد يلعبكم ان شاء الله شيخي. تمام. اذا بتردوا ولا اكيد عفوا، عم نحكي على الوقت، شو قد بياكل وقت؟ عفوا
حلو سنه او حلو. سنتين. سمعاني عم يصابوني، شايف شلون الشباب هيك بيجاوبوني؟ انت تقول ما له حد. طيب شو رايك في الاسئله؟ شيخي انا اسئله انه اشوف انه هي في افاده للمستمع اكثر من انه مثلا فيها مثلا الشخص، مثلا في شخص مثلا عنده بيحكي المعلومات، الشخص الثاني بياخذ عبره او بياخذ حلو. خبره، يعني هل عندك بيستفيد من سؤال الله. بخص الصداقه مثلا تحب نسالك اياه او تسالني اياه، انت تسالني اجاوبك عليه؟ يعني في عندك في سؤال انت تبع الصداقه تسالني عليه او تطرحه؟ شيخي والله ما فكرت بصراحة. تمام. ما عندي. عمي ماجد شرفنا في جنابك، وانا حسجل اسمك، وانا دائما بتمنى طبعا تطلع معنا، انت انه حبيبنا هي هون سجلت اسمع ان شاء الله نحن كل دوره ان شاء الله بتطلع معنا الله احيانا. ايوه. لا تؤمروا شيخي، استغفر، ايه انتم هو وين ما كل ده نحن الثالث فضل هي الدوره ال 14. نحن ان شاء الله هلا بالنسبه لمالك طلع من اكثر من مره، لغايه ما بطلع، بس والله ان شاء الله انت خلص اصبحت مسجل اسمك عنا. تؤمر شيء خدمه؟ ادعونا. شاء الله. قول تفضل. أه تؤمر شيء والله خدمه؟ شيخي. سلام. ادعينا الله، ادعونا الله الله بالسلام يديمكم. وبركاته. طب يا سيد مصطفى، عم بقول لي محمود بابا انا بعرف اقرا انجليزي، شو ما بعرف، بس هذا انا في اسم